السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي ومشاهدي القناة الأفاضل. النهاردة هتكلم أو هرد على سؤال: ليه كل الرسوم عند المصري القديم ليس فيها دجاج، فيها بط ووز أي نوع تاني إلا الدجاج؟ ليه بقى؟ وخاصة إن الحاجة دي كلها مرسومة على المعابد المصرية، حتى البرديات، لأن ما كانوش يعرفوا حاجة اسمها فراخ. والفضل ان الفراخ اليوم على كل سفرة في عالمنا المعاصر بيرجع لتحتمس الثالث، اعظم القادة العسكريين المصريين القدماء والفاتحين في العالم القديم. تحتمس الثالث لما كون امبراطوريته العظيمة لحماية مصر ونشر حضارتها وثقافتها وعلمها، كانت الامبراطورية المصرية تحتوي على سوريا وكثير من البلدان. فجدنا العظيم تحتمس أحضر من سوريا عينات من كل النباتات والطيور والثمار التي لا توجد مثلها في مصر. وقد لفت نظره طائر صغير بري يعيش بكميات قليلة ولحمه وطعمه شهي وجميل وكثير من البيض بالنسبة لي، وأيضا سريع التكاثر. فالآن لا يوجد في العالم كله إلا في سوريا. وكان الدجاج ده ما كانش موجود في العالم كله، أو اللي كان محتله أو اللي كان ضمه للإمبراطورية بتاعته هذا النوع من الطيور، ما كانش فيه إلا في سوريا. وكان على وشك الانقراض. ليه؟ لأنه كان ضعيف ولا يقدر على الدفاع عن نفسه أو حمايته، وفريسة سهلة لكل الضواري. فعرف بذكائه وعبقريته المصرية الأصيلة قيمة هذا الطائر، فأحضره معه لمصر. وقد صنعوا له المصريين العباقرة مفارخ خاصة عبارة عن كمائن من الطوب يحرق فيها قش ببطء في درجة حرارة معينة لجعل كل البيض يفقس معا ولا يضيع منه شيئا. ومن مصر انتشرت الفراخ والدجاج إلى اليونان ثم أوروبا ثم العالم كله. يعني الفرخة البلدي بتاعتنا الآن هي أقدم سلالة فراخ في العالم، وهي موجودة في مائدة التاريخ، وهي أصل كل الفراخ الداجنة في العالم. هؤلاء هم أجدادنا قدماء المصريين الذين سبقوا العالم في كل شيء حتى في الدجاج. وإلى هنا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالد محر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي ومشاهدي القناة الأفاضل. النهاردة هتكلم أو هرد على سؤال: ليه كل الرسوم عند المصري القديم ليس فيها دجاج، فيها بط ووز أي نوع تاني إلا الدجاج؟ ليه بقى؟ وخاصة إن الحاجة دي كلها مرسومة على المعابد المصرية، حتى البرديات، لأن